ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري السوري أسعد الزعبي. سيد أسعد، أهلا وسهلا بك معنا. السؤال الآن عن سر هذا التقدم للمعارضة السورية في عموم المناطق رأيناها خلال الفترة الماضية والآن تحديدا في اللاذقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة، الجميع يعلم تماما أن النظام وداعميه لولا سلاح الجو الذي يمتلكه النظام أو سلاح الجو الروسي الذي نفذ عشرات الآلاف من الغارات لا يستطيع النظام التقدم إطلاقا، بل على العكس تماما. ربما النظام قد انتهى كليا. النظام على الأرض صفر، لا يستطيع أن يعمل شيء، بما فيها قوات حزب الله الإرهابية والقوات الإيرانية الإرهابية وكل الميليشيات الطائفية التي تقاتل مع النظام. يعلم الجميع أن ما يمتلكه الثوار حقيقة من خبرة في القتال على الأرض أصبحت تفوق كل جيوش العالم وكل تكتيكات العالم، وبالتالي لا يستطيع النظام التقدم إلا من خلال سلاح الجو. نحن نعلم تماما أن سلاح الجو الروسي لم يدخر أي جهد في المنطقة الشمالية من حلب. أعتقد في منطقة الملاح هناك معارك كانت ساخنة ومعارك قوية جدا. أدرك المقاتلين بالأيام الثلاثة الأخيرة أنه عملية الاقتراب من قوات المشاة أو القوات المحاربة من قبل قوات النظام أو الميليشيات الداعمة على الأقل هي سوف تبعد خطر الطيران. معروف تماما لتلافي ضربات الطيران أثناء قتال الجيوش لابد من أن يكون هناك المعركة قريبة. حقيقة ما لجأ إليه الثوار في المرحلة النهائية من معركة الملاح هذه الطريقة، واستطاعوا تنفيذ كمائن واستطاعوا إعادة السيطرة وتحرير مناطق مزارع الملاح بكاملها وصول إلى طريق الكاستيلو. وهنا أعتقد أن النظام قد خسر خسائر كبيرة تمثلت بأكثر من 90 قتيل بلواء القدس الفلسطيني المرتزق. أيضا هناك المعارك التي تسير في منطقة الساحل. أعتقد أن النظام استطاع حقيقة فك رموز الشفرة التكتيكية الخاصة بعملية التقدم على مرتفعات اللاذقية والقرى الاستراتيجية، والجميع يعلم أن أكثر من 9 قرى حاليا تم السيطرة عليها أو تحريرها، وبالتالي هناك أصبح لدى الثوار إمكانيات موجودة بحيث أن يستطيعون التحصين أو تحصين أنفسهم من خلال ضد الضربات المتمثلة بضربات الطيران الروسي أو طيران النظام، خاصة أنهم استطاعوا الوصول إلى مجموعة من التلال الحاكمة والمشرفة على خطوط الإمداد لقوات النظام. إذا هنا رأي يقول بأنه ما تم ربما تحصيله في ريف اللاذقية هو بسبب تغيير ربما في التكتيكات والاستراتيجيات المتبعة من قبل الفصائل، وربما أهم ما حصل هو توحد عدد كبير ربما من هذه الفصائل المقاتلة ليس فقط في اللاذقية وإنما أتت من مناطق عدة من سوريا. قلنا سابقا أختي الكريمة ونعود للتذكير والتأكيد على أن أهم عامل من عوامل تحقيق المفاجأة القتالية هو التنسيق الكامل بين الثوار. كنا نتمنى دوما أن يكون هناك غرفة عمليات أو مقر قيادة سيطرة واحد لكل هذه الفصائل تستطيع تحريك الجهود أو نقلها من مكان إلى مكان حسب المتطلبات العسكرية. نحن الآن نعم نحن أمام موقف جديد من حيث تنسيق الجهود ترتيب البيت الداخلي للفصائل خاصة في المنطقة الساحلية. وأعتقد أيضا نفس العمل ينطبق على تشكيل الجيش الفتح في ريف حلب الجنوبي، إلا أن ذلك أعطى للجميع أنه لابد من عملية الوحدة، لابد من عملية التنسيق فيما بينهم. اليوم نحن أمام تنسيق آخر، تشكيلات جديدة تعاونت في المنطقة الشمالية والذي أدى إلى تحرير منطقة الملاح والعودة إلى ريف حلب الشمالي. أيضا نفس الكلام، نحن إن شاء الله تعالى أمام احتمالية كبيرة بتشكيل أيضا قوات متحدة من الثوار في الغوطة الغربية والغوطة الشرقية. طيب، إلى أي مدى هذا العامل موضوع التنسيق والاتحاد والتعاون برأيك سيلعب دور بتثبيت وجود ربما هذه القوات في الأماكن التي وصلوا لها الآن؟ أتحدث تحديدا أنا عن ريف اللاذقية، وكيف سيكون رد فعل النظام بالتعامل معها، خاصة وأنه أصبح موضوع دخوله إلى إدلب أبعد مما كان عليه قبل، البعض يصفه بالمستحيل حاليا. تمام، لأنه طبعا استطاع الثوار نقل مناطق القتال من مناطق قريبة لإدلب إلى مناطق قريبة من اللاذقية، وكما ذكرت لك السيطرة على بعض أو أهم التلال الحاكمة أصبحت تعطي للثوار إمكانية المبادئة، إمكانية الاستطلاع الأكثر، إمكانية
يعني حتى الانطلاق للهجوم، وبالتالي كشف تحركات العدو، إمكانية تنفيذ الكمائن. هذه التكتيكات لو لم يكن هناك أيضا اتحاد ما بين الفصائل وتنسيق ما بين خبرات هؤلاء القادة الموجودين في عدد من المناطق، أعتقد أن النظام في ظل هذه الحالة لا يمكن أن يستطيع أن يحقق أي شيء، حتى لو استخدم ليس فقط الطيران، ربما الطيران وأسلحة أخرى باستثناء الأسلحة النووية. أعتقد أن في ظل التكتيك الجديد للثوار، وقد كشفوا كما ذكرت لك الشفرة الخاصة في العمليات العسكرية في المنطقة الساحلية وفي المناطق الأخرى، لا أعتقد أن هناك أي إمكانية أخرى لتراجع هؤلاء الأبطال عن المناطق التي سيطروا عليها. أشكرك جزيل الشكر من الرياض الخبير العسكري السوري العميد أسعد الزعبي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.